السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت أصبح عليكم في البداية كده وأنا بجهز قهوتي عشان أفوق وأبدأ يومي بالمهم. هشرب القهوة كده في الأول على رواقة وأحضر الفطار للولاد وأجهز لهم شوية حاجات هما كانوا طالبينها مني قبل ما اليوم يجري بينا. يعني يا رب يبقى يومكم خفيف وحلو ومليان بركة. كل واحدة فينا أكيد طبعا وراها مليون حاجة، بس أهم حاجة إن احنا لازم نبدأ اليوم بتاعنا بهدوء كده وبالراحة ونظبط مزاجنا. قولولي بقى ايه مشروبكم اللي انتوا ما بتستغنوش عنه أول ما تصحوا من النوم؟ ولو انتي أول مرة تشوفيني، أنا شيماء ودي قناتي رش التوفيق. يا ريت تشتركوا في القناة. يلا نبدأ ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجو حر اليومين دول، فحبيت اعمل للولاد حاجه تكون منعشه كده وساقعه وخفيفه وترطب على قلوبهم. كان عندي باكيت الجيلي دوت من مشتريات الاسبوع اللي فات، كان في التلاجة، فقررت النهارده ان انا اطلعه. عملت 2 كيس منه. طبعا هي طريقته معروفه. كل باكو جيلي بياخد كوبايتين ميه، كوبايه ساقعه وكوبايه سخنه. فبما اني انا مستخدمه النهارده كيسين جيلي، فحطيت في البدايه كوبايتين ميه سخنه، وبعد كده نزلت بالجيلي وقلبته واتأكدت تماما ان هو داب. بعد كده هنزل بكوباية ونص مية ساقعة، مش كوبايتين زي ما هو مكتوب على العلبة. انا كده هتأكد ان القوام بتاعه هيبقى تقيل، طعمه هيكون افضل ومركز، وهيبدأ يمسك نفسه معايا بسرعة. على عكس ما احط كوبايتين المية كاملين، بيكون الى حد ما خفيف وبياخد وقت طويل شوية عبال ما يمسك في التلاجة. حاجة تانية مهمة لازم ناخد بالنا منها لما نحب نعمل جيلي للولاد، ان احنا نعملوه اول حاجة في اليوم بتاعنا. لان لو ما تعملش في اول اليوم وتعمل في نص اليوم، الحاجات الحلوة دي الولاد ما بتصبرش عليها، بتفضل طول ما هي قدام عينيها راحة جاية على التلاجة تفتح وتقفل فيها علشان يعرفوا ويتأكدوا اذا كان هو جاهز للاكل ولا لسه. فالافضل ان احنا نعملوه اول ما نصحى من النوم، هيكونوا هما لسه نايمين، وعبال ما يفطروا ويفوقوا كده يعني يكون خلاص الجيلي بدأ يمسك نفسه. فكده احنا هنرحم نفسنا من الزن بتاعهم كل شوية، هو مسك ولا لسه يا ماما، مسك ولا لسه. ومن الحاجات اللي بفضل اعملها برضو في اول اليوم اني اشغل دورة غسيل اول ما اصحى من النوم برضو، لانها كده بتنجز معايا وقت كتير. فعبال مثلا ما انا احضر حاجة للفطار او اظبط حاجة في اوضة النوم مكان ما كنت نايمة، هيكون الغسيل دوت خلاص اتغسل وجاهز على النشر. والكولمان ده بصراحة هو عندي كان بقاله فترة، بس انا لسه ما استخدمتهوش خالص الصيف دوت. ومع الاسف يعني لاحظت ان التلاجة هتبدأ تعمل مية كده فيها في الارفف وفي الجناب. طبعا ده بسبب ان الجو حر والولاد كل شوية تفتح وتقفل في التلاجة. فانا قررت لا، انت لازم تطلع، انت قاعد على جنب بتعمل ايه يعني؟ قوم شوف شغلانتك. فانا النهاردة غسلته وحملة مية ساقعة، وهحط فيه قطعة تلج، وهحطه في اقرب مكان الولاد بتقدر تستخدمه، وجنبيه كوباية كمان. فدوت بيقلل طبعا فتح وقفل التلاجة كل شوية. والكولمان من الحاجات العملية جدا في استخدامها، فهيحافظ لي على التلاجة. ندخل بعد كده في بند الفطار. طبعا احنا ولادنا كلهم الفترة دي اجازة، واغلبية الولاد يعني زهقوا من السندوتشات، الجبنة مع الخيار والشاي بلبن، فول، فلافل، مربى، حلاوة. الكلام ده كله هم زهقوا منه، لان هم اغلبية الوقت في الدراسة اصلا كان هو دوت السندوتشات اللي بياخدوها معاهم المدرسة. فقررت النهاردة ان انا اعمل لهم سندوتشات بطاطس سوري متنكرة في عيش بلدي، وكان عندي شريحة جبنة تركي رشيتها لهم كده برضو، وشوية بهارات سوري. والله الولاد بتتبسط من الحاجات دي. هي كلها حاجات موجودة في البيت، انا ما كلفتش نفسي يعني، كانت كل حاجة كانت موجودة، وحاجات بسيطة جدا، بس هي بتفرق مع الولاد. فاحنا نحاول يا جماعة على قد ما نقدر ان احنا نسعد ولادنا يعني بامكانياتنا. والله احنا الولاد بيرضوا باي حاجة، بس الفكرة ان احنا يعني نتعب شوية عشان نحاول ان احنا نرضيهم. هو كده هيمسك الساندوتش اكنه يعني جايب ساندوتش بطاطس سوري من بره، وهياكله وهو مبسوط وهو راضي وهو فرحان بيه كمان. على عكس ما كنت زي ما قلتلكوا عطيته اي ساندوتش تاني مثلا، يعني لو كنت عطيتهم الساندوتش جبنة تركي كده لوحده، لا كانت هتقول لا انا مش عايزة جبنة تركي، او انا زهقت منها، او انا مش حباها. انما كده لا، هي هتاكلها وهي بتتفرج على التلفزيون وبتشرب كوباية اللبن بتاعتها وهي مبسوطة. فاحنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نراضي ولادنا في حدود امكانياتنا.
وبما ان النهاردة اليوم كان مليان والولاد كان عندهم تمرين، فكنت لازم اعمل النهاردة حاجة سهلة وخفيفة بسرعة. قررت ان انا اعمل كشري اسكندراني. هحط معلقتين زبدة، ولما تسيح هنزل بالمية عليها، وبعد كده الملح والكمون. طب مقدار المية ايه؟ كوبايتين، انا عاملة كوبايتين رز هحط لهم كوبايتين مية، وكوباية عدس هحط لها ربع كوباية مية واقل من ربع كوباية مية كمان. ناس كتير ما تعرفش ان العدس بيستوي على البخار وما بيتحطلوش مية كتير، عشان كده بيعجن منهم وبيكون طري خالص. واول ما يبدأ يتشرب معايا كده زي ما انتوا شايفين، هنقله بعد كده على العين الصغيرة. يبقى اهم حاجة في الكشري دوت ان انا ما احطش مية للعدس، ما احطلوش مقدار مية زي مقدار الرز. التزم بمقدار الرز بس في المية، انما العدس لو كوباية عدس احطله ربع كوباية او اقل من ربع كوباية مية. شايفين الرز مفلفل وجميل ازاي، قصدي العدس مفلفل وجميل ازاي. ناس كتير بتحط مثلا كوبايتين رز وكوباية عدس، يبقى كده 3 كوبايات، يبقى انا احط 3 كوبايات مية. ده مع الاسف بيكون مش حلو، بيكون طري جدا. وهنعمل بقى مع الاكلة ديت طماطم مخللة. هي طبعا بسيطة وسهلة بس بتفتح النفس مع الأكلة دي. هجيب معلقة توم أو نص معلقة توم، وهحط كمان شطة حمرا وشوية كمون وشوية ملح، وهنزل كمان عليهم بشوية خل، وهبدأ أقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. بعد كده بمسك السكينة وببدأ أفتح الطماطم. في ناس بتقطعها على 4 بالطول، وكمان نسيت هحط معلقتين بقدونس متقطعين. في ناس بتحب تقطع الطماطم ديت بالطول على 4، انما انا هعملها حلقات بس متماسكة في بعضها من تحت كده، يعني هشرحها كده وابدأ ان انا ادخل الحشو في النص ما بينها. الطماطم دي بتبقى طعمها حلو قوي مع الكشري وبتديله نكهة. الكشري من الحاجات اللي هو لما بيبرد ما بيكونش حلو، لازم يتاكل وهو سخن. فعشان كده احنا بنعمله قبل الاكل على طول. يعني هو اسكندراني، كشري اسكندراني، فاحنا كاسكندرانية عارفين ان احنا الكشري دوت ما بيتاكلش وهو ساقع، او ما ينفعش ان هو يتعمل في اول اليوم واكله في اخر اليوم. لا، هو بيستوي بسرعة جدا، يعني بيستوي اسرع كمان من الرز العادي. فعشان كده احنا بنعملوه قبل الاكل على طول. ومعاها الطماطم المخللة دي بتبقى حلوة خالص، بنقطع منها كده وبتتحط على العدس وبتتاكل، فالاتنين مع بعض بيبقى ليهم طعم حلو، واغلبية الناس هنا بتحبها. وطالما قلت كشري يبقى لازم اقول بصل، سواء كان كشري مصري كشري اسكندراني، طبعا الاتنين ما بيستغنوش على البصل. انا هعمل النهارده البصل دوت في الاير فراير. اهم حاجه ان انا اقطعه رفيع جدا، ايا كان في اير فراير او هتقليه في الزيت، قطعيه رفيع جدا على قد ما تقدري عشان كله ياخد تسويه واحده. وحطيته في الاير فراير وبخيت عليه الزيت وعطيته تقريبا 15 دقيقه على درجه حراره 140 درجه، علشان لو عليت الحرارة عن كده هو هيتحرق مني. انما لو انتي بتعمليه في الزيت عادي مفيش اي مشكلة، بس اهم حاجة التقطيعة بتاعته تبقى رفيعة. شايفة متقطع رفيع ازاي ومقرمش وحلو ازاي. وبنعمل كمان مع الكشري دوت بنقلي معاه بتنجان، بس انا قلي البتنجان في الاير فراير. وبنقطع كمان مع البتنجان ديت بطاطس، وبنقطع معاه كمان فلفل، بيبقى زي ميكس كده كله مع بعضه، بتنجان على بطاطس على فلفل، وبنرش عليه ملح وبنرش عليه كمون. وبرده بيتاخد وبيتاكل مع الكشري، بناخد منه ونغمس منه كده على الكشري وبيتاكل بالمعلقة الاتنين مع بعض. انا الحاجات دي كلها عملتها في الاير فراير، بس انتي في امكانك انك تقليها عادي خالص مفيش اي مشكلة. ابدأي بالاول خالص بقلية البطاطس عشان هي لونها فاتح، وبعد كده نزلي الفلفل، وفي الاخر خالص خلي البتنجان. وبعد ما تطلعي التلاتة قلبيهم على بعض واديهم مع بعض كلهم رشة ملح بسيطة، بس كده. وبساعة الاكل بتقدمي. وده كان شكل اكلنا النهارده كده، وبناكل طبعا معاه كمان بيض مسلوق. يبقى انا كده عملت سلطه وعملت طماطم مخلله وعامله كشري وعامله بيض وعامله بصل كمان محمر. والله الاكل ده يا جماعه بيفتح النفس عن الاكل التاني. اتفضلوا معانا. وطبعا بقى ختمنا اليوم بتاعنا بطبقين بطيخ كده سقعانين حلوين كده، رطبوا على قلوبنا.
وكده كان هو ده اليوم بتاعي النهاردة، من اول ما صحيت من النوم معاكم بفنجان القهوة لغاية طبق البطيخ. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك واشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.